واش بصح المغرب باغي ينظم كاس افريقيا 2028؟ اخبار كتقول ان المغرب قدم ملف ترشيحه باش ينظم نسخة 2028 بالرغم من كل الظلم اللي تعرض ليه وكل ما وقع في نسخة 2025. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف دابا في محك حقيقي باش تختار شكون غينظم كأس إفريقيا 2028. المنافسة محصورة بين ثلاثة ديال الملفات قوية: المغرب اللي باغي يزيد يأكد السيطرة ديالو على التنظيم في القارة، ملف مشترك بين جنوب إفريقيا وبوتسوانا، وإثيوبيا اللي حتى هي حطات الملف ديالها. المكتب التنفيذي ديال الكاف غادي يتجمع هذا الويكاند باش ياخذ القرار النهائي ويحدد السميه ديال البلاد اللي غتستضيف هذا العرس الكروي. كاين ترقب كبير حيت هذه النسخه غتكون محطه مهمه قبل التغييرات اللي ناوي يديرها موتسيبي في اجنده البطولات الافريقيه. خصكم تعرفوا أن الركراكي يقدر يدرب مارسيليا. على حساب ما جاب موقع RMC سبور، كاين كلام على أن سمية وليد الركراكي تحطات في قطبلة إدارة أولمبيك مارسيليا باش يعوض المدرب الإيطالي ديزيربي. ولكن باش نكونوا واضحين، الموقع أكد باللي ما كاين حتى مفاوضات رسمية دابا بين الركراكي والفرقة الفرنسية. القضية وما فيها هي أن شي حد وكيل أعمال مثلا هو اللي اقترح الاسم ديالو على النادي، ومازال ما كاين حتى تحرك فعلي من عند مارسيليا. يعني الركراكي حاليا غير مرشح مقترح وماشي فوضوه نيت، وراه باقي مركز مع المنتخب